فيلم براي. من حوالي 10 سنين بيوصل كاهن للجزيرة دي في ماليزيا، وكان معاه زوجته وبنته، وكان هدف الكاهن ده هو هداية الناس للدين. وكان سكان الجزيرة بيروحوا كل يوم للكنيسة اللي كانت لسه مبنية جديد، لكن الناس دي كلها بتغضب فجأة لما بتلاقي راجل بيحاول انه يعدل ويغير في معتقداتهم الدينية. وبعدها ظهرت رموز وأقنعة غريبة حوالين الكنيسة، وفجأة اتحرقت الكنيسة. في الوقت الحاضر بنتعرف على شاب أمريكي اسمه توبي، وكان والده بيقوله تعالى نصلح العربية، لكن توبي بيكبر دماغه وبيفضل يقلب في التليفون بتاعه. وساعتها والده بيخرج لوحده، وفجأة بيلاقي ناس غريبة مقنعة بيهجموا عليه، بيضربوه، بيسرقوا العربية منه. وبسبب ان صوت التلفزيون كان عالي، توبي مش بيعرف يسمع حاجة لحد ما بيسمع صوت العربية بتاعة والده، وعشان كده بيضطر انه يخرج يشوف فيه ايه. بس للأسف بيكون اتأخر لأن والده بيكون مات خلاص، والأخبار كانت بتتكلم عن الحادثة دي. توبي كان حاسس بذنب كبير ومش عارف يفوق. وبعدها والدته بتخليه يروح لدكتورة نفسية، وكانت الدكتورة بتقوله على كورس علاج، وكان عبارة عن إنهم بيبعتوا المرضى الجزيرة فاضية عشان يبعدوا عن كل البشر ويرتاحوا نفسيا. بيوافق توبي على العلاج ده، وبعد كام أسبوع بنشوفه في مركب في المية. كان بيرجع بسبب إنه عنده دوار البحر، وبسبب الخوف ده كان كل بيرخم عليه وبيرميه في المية. بعدها بنشوف المسؤولة عن الرحلة اللي اسمها كاي، كانت بتقول إن كل واحد هينزل على جزيرة مختلفة، وكل واحد هيقعد هناك لوحده 3 أيام بلياليهم، وكل واحد معاه حاجته اللي عبارة عن شنطة نوم وكشاف وشوية أكل وشعلة طوارئ يستخدموها في حالة الخطر. بعدها كاي بتنزل توبي على الشاطئ وبتقول له بعد 3 أيام تكون هنا الصبح وقت الفجر، وبعدها بتسيبه وتمشي. توبي من المشهد اللي شايفه بيفتكر لما الشرطة خدت جثة والده ومشيوا، لكنه بيجبر نفسه يفوق ويركز. وبعدها بينصب الخيمة بتاعته وبيتكلم مع نفسه، وبيدخل الغابة يجيب شوية خشب، وكان في ثمرة جوز هند على الأرض وكان بيحاول يجيبهم، ولكنه لما بيقرب بيشوف جثة قرد. وهنا ساعتها بيفتكر منظر جثة والده، وبيقول لنفسه أنا هرجع الخيمة أحسن لي. ولكنه بيلاقي القرد ده كليجي أكتر من نص أكله. كان بيحاول إنه يولع النار لكنه مش بيعرف وبيجرح إيده. وبعدها بينزل المية بيحاول يصطاد شوية سمك، لكنه بيدوس على شوية حاجات في المية وبيجرح رجله. وبيلاقي شوية رخويات في المية والدم بتاعه بينتشر في المية، وبيوصل لقناع كان واقع في المية، وبيستخدم المطوة اللي معاه وبيلاقي فيها عدسة مكبرة، وبيها بيجمع أشعة الشمس وبيولع نار في الخشب أخيرا. وبالليل بيستخدم الرخويات عشان ياكل، لكنه بيحس بوجع كبير في بطنه ومش بيرتاح إلا لما بيرجع. بعدها بالليل بياخد الكشاف وبيمشي في الغابة، وكان عايز يلاقي جوز الهند بتاعه عشان يحاول ياكل أي حاجة، لكنه ساعتها بيلاقي حد بيجري وراه. وكان توبي مرعوب وخايف وعمال يحاول ينور بالكشاف لحد ما بيشوف وش غريب ومرعب وهو مصدر الصوت. وكان توبي مرعوب عشان كده بيستخدم شعلة الطوارئ وبيفتكر موت والده لحد ما بيغمى عليه. وبالليل المد العالي بيسحب حاجات توبي، ولما بيصحى توبي تاني يوم بيلاقي جوز الهند جنبه على الأرض، وساعتها بيشرب وبياكل وبيشوف بنت جميلة في المية. ولما كانت بتمشي هو بيروح وراها، ومرة واحدة بتلف وكان معاها سكينة، وتوبي كان فاكر إنها هتقتله، لكنها بتجري على الحيوان ده اللي وقع في واحد من الفخاخ اللي هي حطاها. اسم البنت دي هو مادلين، وهي بتقوله ما تفضلش هنا كتير عشان ده خطر عليك. وهو بيشوف الفخ اللي هي عاملاه وإنه فخ خطر جدا، وكان عنده أسئلة كتير قوي، وكل ما بيسألها مش بترد عليه، وهي يدوب قالت اسمها بس. بيروح معاها عند بيت خشب هي عايشة فيه، وهي كانت مولعة نار وبتسوي الحيوان. وبعد شوية بتقوله أنا هروح البيت وما تجيش ورايا أحسن لك. وكان توبي بيحاول يروح وراها، لكنها بتمسك السكينة بتاعتها من تاني، لكنها بتكون ماسكاها عشان تقتل تعبان كان هيقتل توبي. وقبل ما بتمشي بتقوله خليك جنب النار لأن دي اللي بتبعد الحيوانات عنك. وبعدها بيسمع كلامه وبيولع نار وبينام في مأوى كده. وفي الليلة دي واحد من المقنعين اللي قتل والده بيقتل توبي، لكن ده بيطلع كابوس. ولما بيصحى بيلاقي النار اتطفت، وبيفضل يحاول انه يولعها من جديد، وكان سامع أصوات غريبة ومخيفة حواليه. وبيدخل توبي الغابة، وكان فاكر إن مادلين هي مصدر الصوت، لكنه بيلاقي حاجات غريبة متعلقة على الشجرة وبيحاول إنه يعرف فيه إيه. وساعتها الوحش المخيف ده بيظهر وراه، ولما توبي بيلف مش بيلاقيه. تاني يوم الصبح بيصحى يلاقي مادلين بتجهز الفطار، وبتقوله تعالى أنا أعرف علاج كويس هيساعدك تخف. وبتقوله إنها كانت على الجزيرة دي من زمان قوي، وفضلت فيها مع والدتها خاصة بعد ما والدها مات. وبعدها بتلاقي النبات ده وبتعالجه بيه، وبتقوله انه لو كله هينام بسرعة. وعشان تثبت كلامها ليه بتحط شوية من النبات على شفايف توبي، وهو ساعتها بيحس ان شفايفه متخدرة جدا، وبيفضلوا مقضيين وقت مع بعض، وهي بتعلمه حاجات كتير عشان ينجو بحياته على الجزيرة زي الصيد وبناء الخيم. اما توبي بيعلمها حركة السلام هاي فايف، وبيعرفها يعني ايه انترنت. وبالليل بتقوله انها ترجع لبيتها، وبيلاحظ انها بتعدي من الشجرة دي اللي كان عليها ديكور غريب واقنعة،
وقبل ما بتمشي بتديه رمح اللي هي عملته عشان توبي يدافع بيه عن نفسه، وبتقول له انت لو جيت معايا هنا والدتي هتقتلك، وبتقول له انا هشوفك من تاني بكره الصبح، لكنه بيقول لها دي اخر ليله ليا هنا وبكره هيجوا ياخدوني، وهي بتتضايق وبتزعل قوي. وكان توبي بيحاول انه يهديها ويتكلم معاها لكنها بتسيبه وبتمشي. ولما كاي بتوصل للجزيره كانت بتدور على توبي ومش لاقياه، وبتسمع صوته وهو بينادي على مدلين، وبتروح ورا الصوت عشان تلاقيه ويمشوا، لكنها بتسمع اصوات غريبه في الغابه وكانت خايفه وبتقع والكشاف بيقع منها. وبعدها بتلاقي حد ماسك الكشاف بتاعها وهي كانت مش شايفاه وخايفه، ولما بتقرب منه وفاكره ان ده هو توبي بتلاقي الكشاف وقع على الارض والدنيا بقت ضلمه تاني. ولما بتقرب عشان تاخد الكشاف بتشوف عين منوره في الضلمه وشكلها يخوف، وبعدها بتظهر ايد على شكل مخالف في الضلمه، وبعدها في وسط الضلمه دي ما بنسمعش غير صوت صرخه كاي بس. تاني يوم بيصحى توبي من النوم وكان بينادي على مدلين وبيجري يروح على الشاطئ، وكان مستني ان كاي تيجي او تظهر قدامه، وفجأة بيلاقي طوق نجاة عايم على المية، وبعدها بيقرب وبيلاقي حاجات كتير واقعة على المية، وبعد كده بيشوف القارب بتاع كاي مقلوب في المية، وكانت والدة مدلين خارجة من المية ومعاها شنطة فيها لوازم كتير. وبعدها بينزل توبي للقارب وبيدخل جواه، بيلاقي 2 من الشعلات في الخزنة، وكمان بيلاقي جثة كاي ورا الباب ده، وبيكون توبي مرعوب وبيخرج بسرعة، وكانت هدومه شابكة في أكرة الباب لكنه بيزق نفسه بسرعة وبيخرج. ولما بيمشي في الغابة بيشوف كشاف كاي وكان عليه خدوش كتير، وبيدخل بعدها من الشجرة اللي عندها بيت مدلين وكان معاه الكشاف بتاع كاي، وبيسمع في الكهف ده أصوات غريبة وبيشوف خفافيش كتير، وبيقرب منه الوحش ده تاني وبيخلي توبي يرمي الكشاف على الأرض. وكان توبي في ضلمة ومش شايف حاجة، وكانت الدوشة عمالة بتقرب لحد ما يقدر توبي انه يلاقي الكشاف من تاني وبينور الضلمة، وبيشوف رسومات غريبة ومرعبة على جدران الكهف، وبيخرج من الناحية التانية للكهف وهناك بيلاقي بقايا آثار حرق الكنيسة اللي ظهرت في أول الفيلم. وبعدها بيسمع صوت معزة بتعاني وبتتألم، ولما بيقرب بيشوف والدة مدلين وهي بتقتل المعزة عشان تاكلها، وبيتمشى كتير لحد ما بيوصل للمكان اللي مدلين ووالدتها عايشين فيه، وجوه بيلاقي شنطة كاي وكانت فاضية وصندوق فيه 3 جوازات سفر وصورة قديمة فيها مدلين وعيلتها لما جم مع الكاهن في أول الفيلم، وكمان كان فيه جيركن جاز، وكمان كان موجود جهاز إرسال بتاع كاي وكان توبي بيحاول يستخدمه ويطلب النجدة، وساعتها بيتكلم وحد بيرد عليه مرة واحدة، بعدها الشبكة بتقطع، بيضطر توبي انه يستخبى لانه سمع صوت مدلين ووالدتها جايين، وكانت والدتها بتطحن شوية نباتات وبتتكلم مع بنتها وبتقول لها ما ينفعش تخرج دلوقتي. ولما كان بيسمعهم وهو مستخبي بيلاقي جنبه قناع شكله مرعب وبيعرف ان ده اللي هجم عليه قبل كده. ولما والدتها بتخرج توبي بيروح يتكلم مع مدلين وبتقول له ده خطر عليك واحنا هنتقابل على الشط بالليل. بيروح هناك وبيحاول يصطاد سمك وبعدها بيولع نار في السمك ده، وساعتها بيشوف ضوء غريب على الجبل من بعيد وكان عايز يبعت إشارة هناك وعشان كده بيولع نار كبيرة. وبالليل كان بيحاول توبي انه ينام لكن مدلين بتجيله اللي كانت فاكرة ان توبي مشي وسابها، وبيقول لها ان كاي ماتت وهو شاكك ان والدتها اللي عملت كده. ساعتها مدلين بتمدد على رجل توبي وبتحكي له على شوية حاجات من طفولتها زمان وانها كانت مبسوطة زمان وبتلعب مع العيال وكل حاجة كانت تمام، لحد ما في ليلة شافت والدتها وعليها دم، ووالدتها كانت بتقول لها ما تبصيش هنا يا مدلين، وبتقول انها كانت بتشوف والدتها بتعمل حاجات غريبة بالليل وهي اللي قتلت كل الناس دول. بيقول لها ما تيجي تهربي معايا لانه اكيد هيبعتوا قارب تاني على هنا. بتوافق بس بتقول له هاجي هنا بكره تاني عشان ابعد اي شك ممكن والدتي تشك فيا. تاني يوم الصبح بيسمع صوت طياره طايره فوق وبيروح يحاول يشاور لها لكن الطياره طارت بعيد، ولما بيجري وراها بيشوف قدامه مناره قديمه لكن لسوء الحظ المناره مش شغاله، وساعتها بيفتكر توبي شويه ذكريات مع والده وبيعرف انه محتاج بنزين. ولما كان ماشي في الغابة بيظهر قدامه واحد اسمه كاميرون واللي المفروض انه كان هنا عشان يساعد توبي، وبيقول له انا معايا قارب ودايما بحب اساعد الناس اللي تايهة. توبي بيديه شوية اكل وبيقول له على اللي حصل معاه هنا، وكان ساعتها عمال بيعمل رمح جديد، وساعتها توبي بيرفع الرمح في وش كاميرون اللي كان بيقول له ما ينفعش انه يثق في مدلين لانهم قتلة. بس بعدها توبي بيعتذر وبيقول له انا مش هتخلى عنك وهروح عشان ادور عليها. بيروح على البيت من تاني والام بتمسكه وبعدها بتاخد الرمح منه وكانت عايزة تعرف سبب مجيه هنا لكنه بيهرب والام بتجري وراه، لكن الام بتتخبط في فخ من الافخاخ بتاعت بنتها وساعتها الرمح ده بيخش في بطنها وكان على وشك انه يقضي عليها، وعشان ما كانش قدامها وقت كتير وبتموت خلاص بتعترف لتوبي انها ما قتلتش اي حد وبتقوله انها دايما كانت بتحاول تخوف الناس وتبعدهم. وخد يا صديقي المشاهد المفاجأة هنا، لان القاتل الحقيقي هي مدلين. كل السنين اللي فاتوا دول كان الناس بيحذروهم من حاجة شريرة في الجزيرة، لكن رجل الدين كان مش مصدق سكان القرية، وساعتها كان والد ووالدة مدلين بيتكلموا مع السكان ومدلين بتخرج وبتروح للمكان ده اللي كان فيه شوية طقوس معمولة. هنا الروح الشريرة بتسكن في جسم مدلين
وبنعرف إن هي اللي قتلت الكل وهي اللي حرقت الكنيسة، واتبقت والدتها بس هي اللي عايشة. وبتدي توبي شوية نبات تقول له استخدمه ضد مادلين، وبتعرفه إن الضوء العالي بيتعب مادلين كمان. وقبل ما تموت بتقول له لازم مادلين تفضل على الجزيرة وما تخرجش منها. كاميرون كان قاعد في الخيمة وبيسمع أصوات غريبة، وساعتها بيمشي في الغابة وبيشوف عظم كتير على الأرض، لكن ساعتها بيظهر وحش مرعب وبيسحبه من وسط الشجر وبيقضي عليه. ولما توبي بيرجع بيلاقي دم كاميرون على الأرض، وبعدها بيسمع صوت حواليه وبيلاقي مادلين الشريرة جاية، وكانت جثة والدتها معاها لكنها بتتحول لإنسان. لما بتلاقي إن توبي هو اللي هنا بتقول له أنا عايزة أعرف إيه اللي حصل لوالدتي. بيحاول توبي يهديها وبيقول لها أنا عملت كده عشان نفضل مع بعض. هو طبعا بيصيع عليها، ساعتها بتتبسط قوي وبتهيص معاه شوية، والنبات اللي والدتها ادته ليه بيقع منه، وكان بيحاول توبي انه يجيبه. ولما مادلين بتلاحظ ده بتتحول عليه. بيقدر توبي انه يلاقي رمح وبيضربها بيه، وبعدها بيمسك النبات وبيعصره على بقها عشان يسيطر عليها. بيرجع على البيت بتاعها يجيب جيركن الجاز وبيولع الشعلة دي كده عشان يروح للمنارة، وبيحط الشعلة على الباب عشان يمنع الحيوانات من الدخول. وبعدها بيطلع يحط بنزين في المنارة، وبيفتكر والده لما علمه يدور العربية أول مرة. ولما مادلين بتصحى كان توبي بيحاول يدور على أي قارب بالمنارة، ولما كان نازل من على السلم بيتكسر وبيقع توبي على الأرض والجاز بيقع منه. وبيعرف إن المكان اللي الجاز وقع فيه ده بينمو فيه النبات اللي والدتها ادته ليه. وفجأة الباب بيتقفل لوحده، وساعتها بيظهر الكيان الشيطاني ده وبيهجم على توبي، وبيقدر توبي إنه ياخد شوية من النبات قبل ما يتسحب بعيد. وكان بيحاول إنه يعصر النبات عليها لكنها كانت أقوى منه، وبتلف إيده وبتعصر النبات في عينه. لكن لما نور المنارة بيدخل هي بتجري على طول، وبيستغل توبي اللحظة دي وبيغسل عينيه، وبيلاقي قطعة حادة كان ناوي يضرب مادلين بيها لكنها بتقدر تتصدى ليه. وبيفكر توبي في إنه يستخدم الشعلة اللي كانت على الباب، ولما بيقرب من الباب بيلاقي مادلين الصغيرة بتبكي. كان فاكر إنها طفلة صغيرة، لكن ده بيطلع فخ وبتطلع دي مادلين وبتهجم على توبي. وكان في صوت مركب بيقرب من الشط، وهنا توبي كان لازم يتصرف بسرعة قبل ما مادلين تقتله. وبيقدر إنه يمسك الحتة الحادة دي، لكن مادلين بتثبت دراعه على الأرض. وهنا هو بيعمل انعكاس للنور بتاع المنارة في وش مادلين، وبعدها بيرمي الشعلة وبيولع في المكان. وكانت مادلين اتحولت لإنسان وكانت صعبانة على توبي، لكنه بيقفل الباب وبيمشي. ولما بيروح توبي للشاطئ بيلاقي المركب رايح ناحية المنارة، عشان كده بينزل المية عشان يتحرك ناحية القارب. وكان عمال بيطلب المساعدة، لكن مادلين الشريرة بتطلع ورا تاني وبتخلص عليه. والناس اللي كانوا على المركب بياخدوا مادلين لأنهم فاكرين إنها هي اللي شغلت المنارة، وإنها هي اللي كانت بتطلب المساعدة، وده كده معناه إنها هتخرج بره الجزيرة، وأكيد كل الناس هيبقوا في خطر بسبب اللي حصل ده. وبكده بتكون خلصت قصتنا النهاردة. شكرا على المشاهدة.